السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوان والأخوات الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. الحلقة ديال اليوم غنطرقوا لعدة أخبار. بالرغم من أنه الصحف الإيطالية والنشرات الإخبارية تركز كثيرا على الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الخرجات الإعلامية ديال السياسيين اللي كيتكلموا على النطالي والكلام ديال بابا. هادشي كامل ما غنتكلموش عليه، ولكن غنمشيو نتكلموا على اخبار الجاليه المغربيه، وغنتكلموا على مواطن مغربي في مدينه روما. هو وجوج ديال البوليسيين كانوا كيديروا بريوسهم دارك وكيمشيو يسرقوا المجرمين. في وحده من السرقات داو ما يناهز 200 مليون 200 الف اورو. غنشوفوا التفاصيل وكيفاش قدروا انهم يشدوهم. هادو الاخوان شرطيين اللي كان عندهم زي رسمي وخدامين مع البوليس حقيقه. كيف ما انه غادي نتكلموا على مواطن مغربي اللي هو يشاب تم العثور عليه في ضواحي مدينه برونيا اليوم في الصباح متوفي في الزنقه. جاو الناس ديال الاسعاف والناس ديال الشرطه اللي حاليا كيديروا التحقيقات ديالهم باش يعرفوا سبب الوفاه. غنتكلموا على طريقه، وهذه اخوان من باب التوعيه. سيده اللي في الحساب البنكي عندها 2000 وشي حاجه ديال الاورو، ولكن سرقوا منها 28 الف اورو. كي داروا ليها واشنو طرا معاها؟ لانه من غير انه سرقوها لقات راسها متابعه. السيده اللي غنعاود لكم بالتفاصيل كيفاش عيطوا ليها وكيفاش قنعوها. يعني السيده اللي هي على بال ومع ذلك دارت بها. كيف ما انه غنشوفوا القرار ديال محكمه ميلانو فيما يتعلق بالعصابه ديال القاصرين اللي سرقات قاصر ايطالي عنده 15 سنه. القضاء قرر انه يحتفظ بهم كاملين في السجن لكون انهم خطيرين للغايه على المجتمع. وشوفوا القاصر المغربي اللي كان عندها 15 اشنو كانت كتقول الوقيته اللي كانوا كيسرقوا في القاصر الايطالي. كيف ما انه غنتكلموا على الفاجعه اللي وقعات في البحر الابيض المتوسط، غرق زودياك ديال المهاجرين اللي انطلقوا من ليبيا. الوفيات العدد ديالها 116، ناجين واحد فقط. غنوريكم الصورة اخوان اللي نشروها صيادين تونسيين اللي عتقوه داو المستشفى في تونس. الله يرحم الناس اللي ماتت. وكيف ما العاده كنبغي نشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم للقناه، والناس اللي مشتركاش اشتركوا باش تبقاو توصلوا بالجديد ان شاء الله. في هذه الفقره يا اخوان غادي نتكلموا على واحد الخبر اللي كيجينا من الضواحي ديال مدينه روما. خبر اللي كيطرقوا ليه العديد من الصحف الايطاليه كذلك الوطنيه بحال صحيفه الميساجيرو وكذلك الكوريير ديلا سيرا. كنتكلموا على خبر اللي عنده علاقه بخبر اخر كنا تطرقنا ليه في الاشهر الماضيه في الصيف، ولكن القضيتين فيهم اختلاف كبير. واخا الناس اللي غنتكلموا عليهم راه تقريبا نفسهم. كنا تكلمنا في الصيف اللي داز على مواطن مغربي اللي تقريبا في الربعينيات من العمر ديالو كيسكن في المناطق ديال مدينه روما. كان تعرف على شي بوليس في واحد الباليسترا، بطل مغربي ديال كيك بوكسينغ ولذلك معروف، وعنده الحضور ديالو في مدينه روما، وكيعرف اخوان الناس اللي كتبزنز وكيعرف الناس اللي كتدخل المخدرات خصوصا من المغاربه. اللي كان كيدير هذا السيد في هذيك الوقيته هو انه كان كيجي كيعلم البوليس، هو مغربي، تيقول لهم راه فلان الفلاني عنده الحشيش في الدار ديالو. كتجي الاخبار كيمشيو للدار البوليس كيحجزوا ديك الكميات ديال المخدرات. نفترض انه في واحد الدار لقاو 50 كيلوغرام ديال الحشيش، كيكتبوا بلا انه لقاو 20 و30 كيقسموها 15 المواطن المغربي اللي جاب لهم هذا البريكول بين قوسين، و15 كياخذوها هما كيتصرفوا فيها. المهم اللي كاين هو انه من غير هذه العمليه اللي قاموا بها تبين انه المواطن المغربي شارك في عمليات اخرى مع هاد الشرطيين اللي هما يا في الشرطه وكانوا كيديروا بريوسهم راهم ديال الدارك، يعني هما يا بوليسيه وكانوا كيديروا بريوسهم راهم كارابينياري. كيمشيو بالسياره ديال الكارابينياري اللي كياخذوه يا اخوان من المقر ديال الكارابينياري اللي قريبا يا اخوان من اوستيا، ومشاو لواحد الكامبوروم بحال الكاريان كيكونوا فيه الكرافانات كيسكنوا فيه تزينكر. جاتهم اخبار من واحد الكرواتي اللي حتى هو دابا حاليا مشدود انه واحد العائله تزينكر عندهم اموال طائله حاطينها في الكرافان ديالهم، وبالتحديد مخبينها ما بين الحديد ديال الكرافان. البوليس غيهزوا السيارات ديال الكارابينيري، غيمشي معهم المواطن المغربي البطل السابق ديال كيك بوكسينغ، وغيمشي هذا الكرواتي وغيديو معهم واحد الطرابانو. الهدف الرئيسي انهم يجبدوا الفلوس من هذاك الكرافان. الكرواتي تكلم على انه الهدف ديال العمليه
كانت تقريبا اكثر من 600 الف اورو، ولذلك كنتكلموا على اكثر من 600 مليون. المهم اللي كاين هو انه غيمشيو رجال الشرطه تمايا، غيجبدوا لاكارت ديالهم اللي هي مزوره كانهم كارابينياري، يعني هما راهم بوليس، وغيقولوا بلا انهم راه جاو يقلبوا على مخدرات وكذلك اسلحه. في حقيقه الامر هما يا اخوان ما عندهم حتى شي حق باش يديروا ديك العمليه ديال التفتيش، ولذلك غيبداو يقلبوا وغيلقاو يا اخوان 5 ديال المكانات رولكس، وحده كارتي، وغيديو مجوهرات لهاد العائله اللي هي تزينكر. في الاخر غيديو لهم على حسب ما كيقول السيد في الهاتف للصديق ديالو، هاد السيد اللي هو ياتزينكر قال لي راه داو لي تقريبا واحد 200 مليون ديال الضرر. اللي كاين هو انه هاد البوليسيين ومعاهم المواطن المغربي علاش كانوا يا اخوان كيقمروا بين قوسين، كيقولوا بلا انه هاد الناس اللي كنمشيو عندهم ناس اللي عندهم سوابق، ناس اللي هما مجرمين. وفعلا السيد الضحيه ديال هاد العمليه الاجراميه اللي قاموا بها البوليس تشد غير هاد الاشهر الماضيه لانهم لقاوه كيسرق في واحد المنزل. ولذلك كنتكلموا على مجرمين اللي اصلا ما غتكونش عندهم الشجاعه يمشيو عند البوليس يديكلاريو. ها هما ديكلاراو غيقولوا لهم المكانات والفلوس اللي مشات ليكم منين الاصل ديالها ما غيعرفوش، ولذلك غيحطوا ريوسهم في مشاكل. المهم البوليس كانوا كيقولوا هذا الشيء غيكون عندنا واحد الضمان انه هاد الناس ما عمرهم غيلتجؤوا للسلطات وما غيمشيوش نهائيا يسلكوا الطريق ديال القانون، الا انه ما خادوش بعين الاعتبار انه الشرطه الحقيقيه والدرك خصوصا الكارابينياري كانوا كيديروا عليهم تحقيقات، كانوا كيشوفوا الريزو ديال التليفونات ديالهم في اين بوطوات كاين، وعرفوهم بلا انهم كانوا في هذا الكاريان. زيد على ذلك كانوا كيستمعوا للمكالمات، من بين المكالمات اللي سمعوا ليها ديال هذاك الروم ديال تزينكر اللي كان كيتكلم مع الصديق ديالو وقال ليه بلا انه انا عرفتش هما شي بوليس حقيقيين وجاو باش يسرقوني، ولكن لقيت الاخوه اللي بغا يقاومهم غيبداو التهديدات. قال ليه واحد فيهم خاصك تشكرني لانني خليتك تدوز الاعياد مع الابناء ديالك. كنتكلموا على انه هذا الشيء وقع نهار 18 في شهر 12 ديال السنه الماضيه. المهم من بعد ما تصنتوا عليهم والدلائل اللي جمعوا عليهم غيعيطوا للزوجه ديال هذا السيد اللي هو الضحيه اللي هو تزينكر، وغيتكلموا معاها وغادي دير الدينونشا. وبطبيعه الحال من يسولوها على المصدر ديال داك الشيء اللي تسرق ليهم ما قدرش تجاوب. بطبيعه الحال المصدر ديالو هي السرقه، وراجلها اصلا تشد بسبب السرقه مؤخرا، ولذلك كانوا كيمشيو للمنازل ديال الناس وكيسرقوها. المهم المواطن المغربي اخوان راه ديجا مشدود على قبل الحشيش، غيتزادوا هذا الملف. زياده على هذا البوليس راه كانوا اخوان ديجا في الحبس ديال الدار، دابا داوهم للحبس الحقيقي، وكانوا ديجا في الاشهر الماضيه اكتشفوا انهم داروا واحد السرقه من هذا النوع وداو تقريبا واحد 30 الف اورو. ولذلك هادو بوليس كانوا كيستغلوا يا اخوان العمل ديالهم باش يسرقوا الناس. اما فيما يتعلق بخبر اخر، هذا يا اخوان كيجينا من ضواحي مدينه بولونيا، بالتحديد كنتكلموا على البلديه سميتها فالسا مودجا. هنا يا اخوان اليوم في الصباح مع 8 مواطن مغربي عنده 37 سنه معروف يا اخوان في الحي غيلقاوه الناس يا اخوان مرمي في الطريق ومتوفي، الله يرحمه وتعازينا الحاره للعائله ديالو. لقيت للناس يا اخوان غتلقى الجثمان ديالو في الطريق، غتعيط لرجال الشرطه وكذلك الاسعاف. المسعفين ما لقاو ما يديروا من غير تسجيل الوفاه ديالو، الله يرحمه تعازينا الحاره للعائله ديالو. الكلام اللي كيقولوا رجال الشرطه هو انه ما عرفوش سبب الوفاه ديالو، كيستثنيوا انها تكون وفاه اللي هي عنيفه بحكم انه على الجسد ديالو ما كايناش اخوان شي حاجه اللي كتبين انه راه تضرب او انه راه تقتل، ولكن تقدر تكون اخوان جات وعكه صحيه ولا شي حاجه اخرى. المهم التشريح هو اللي غيبين سبب الوفاه ديال هذا الشاب المغربي اللي توفى ضواحي مدينه بولونيا، والمدينه اللي كان ساكن فيها تصدمات لهذا الخبر. كنتكلموا يا اخوان على اخر خبر عنده علاقه بالقاصرين المغاربه والعرب اللي شدوا في مدينه ميلانو واللي كانوا سرقوا قاصر ايطالي. هادو يا اخوان السام عليهم، يعني كنتكلموا على التونسي اللي عنده 20 عام، كنتكلموا كذلك على المغربي اللي عنده 15 عام، مغربي عنده 16 عام، والسوري عنده 17 عام. السام عليهم القضاء، يعني كنتكلموا على القضيه ديال التحقيقات الاوليه، وقرروا انهم يحتفظوا بهم كاملين في السجن لانه الامكانيات الاجراميه ديالهم مرتفعه بزاف على حساب ما كيقول القضاء. لهذا السبب ما نقدروش نخرجوهم وخاصنا نحتفظوا بهم في السجن. وعلى حساب الشهادات اخوان ديال الاصدقاء ديال الضحيه، كيف ما كتكتب صحيفه ميلانو توداي بلا انه القاصر المغربيه اللي عنده 15 عام مني شافت الدري قالت عنده الجاكيطه ديال رالف
وعنده جاكيطه من نوع كنداغوس، ولذلك اليوم غنتقداو. يعني هذه هما العبارات اللي سمعوا الاصدقاء ديال الضحيه الايطالي. يعني هاد الدريه قبيحه بزاف، والله يرد بها والله يهديها. كنتكلموا على انه دريه اللي على حسب ما كيقولوا الشهادات ما كانتش نهائيا في الوعي ديالها، وربما يا اخوان كانت تحت تاثير المخدرات او الكحول. دريه اللي بطبيعه الحال وقيسه لثلاثه ديال الدراري كانوا مدورين هذاك الايطالي اللي هو يا قاصر، وكيسرقوا فيه ويحاولوا انهم يتصلوا بالاب ديالو يشارجي له 100 اورو في البوستي باي. غادي تمشي هي عند الاصدقاء غتقترب منهم، ولكن غيدفعوها وغتعاود تقرر انها تقترب منهم، وهما غيهربوا وغيدخلوا لواحد البيتسيريا. الوقيته اللي غيجيو البوليس هي اللي فاش غادي تقرر انها تهرب، ولكن غادي ترجع سريعا بواحد القرعه ديال الدجاج في يديها. كاين اللي كيقول انا ضربات بها البوليس، وكاين اللي كيتكلم على انه هرستها وهدات البوليس اخوان بالعنق ديال هذيك القرعه، بغات تضربهم به، والبوليس قدروا انهم يوقفوها وداروا لها المينوط. الوقيسه اللي داروا لها المينوط بقات كتغوت حيدوا لي المينوط، انا راني مرأة ما عندكمش الحق انكم ديروا لي المينوط. المهم الله يدير شي توليه الخير. فهاد الفقرة يا إخوان غادي نتكلموا على الفاجعة اللي وقعات هاد الأيام في البحر الأبيض المتوسط، أو في المقبرة ديال البحر الأبيض المتوسط. فاجعة اللي كيتكلموا عليها خصوصا اليوم بحكم أنه أعياد دينية كيحاولوا أنهم يسلطوا الضوء على هاد النوع ديال الأخبار باش يبينوا كذلك المعاناة ديال المهاجرين. اللي كاين هو أنه في الأيام الماضية نهار الخميس اللي داز غادي تنطلق واحد الزودياكا من مدينة زوارة اللي كتواجد في ليبيا، جايين حارقين في اتجاه جزيرة لامبيدوزا. إلا أنه دقائق أو ساعات قليلة من بعد الانطلاق ديالهم الجو غادي يتخربق وغادي تولي رياح اللي هي قوية، الشيء اللي غيخليهم يا إخوان في مشاكل اللي هي خايبة. غيتصلوا بألارم فون، واحد الجمعية اللي كيطلبوا فيها المساعدة الناس اللي كيكونوا حارقين. الناس اللي كيكونوا حارقين لابد هذاك الحراق ما كيعطي واحد الهاتف اللي كيكون عنده الاتصال عن طريق التقنيه ديال الاقمار الاصطناعيه، ولذلك اتصلوا بالارم فون قالوا لهم راه عندنا واحد المشكل. ولكن الارم فون على حسب ما كتاكد قالت لك الاتصال معهم منقطع. نهار كامل حنا كنجربوا اننا نتصلوا بهم ولكن ما قدرناش. ومع ذلك راه علمنا السلطات الايطاليه وكذلك السلطات ديال الدول المجاوره بحال تونس وكذلك ليبيا، وعلمنا كذلك الجمعيات الانسانيه لو ان جي، الا انه الارم فون ما كانش عندها البوزيسيون ديالهم، ما كانش عندها المكان في البحر اللي غرقوا فيه او اللي وقع لهم فيه المشكل. وحتى السلطات الايطاليه كتاكد بلا انه فعلا توصلات بواحد الانذار من الارم فون، ولكن ما كانش عندها المكان اللي فيه المشكل باش تمشي تعتق هاد الناس.